السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني درس من دروس قواعد اللغة الإيطالية. دايما بنسأل نفسنا يعني إيه أدوات التعريف ويعني إيه أدوات النكرة. أسئلة كتيرة جدا ومش بنعرف إمتى نستخدمهم في اللغة الإيطالية. النهاردة بإذن الله هنعرف إزاي نستخدمهم. أنا عمر ومعاكم من أكاديمية عمر إيطاليكا. يلا بينا. طيب، gli articoli determinativi، أدوات المعرفة. تعالوا مع بعض نبص لشكل الكلمة articoli determinativi. كلمة determinare oppure una cosa determinativa في اللغة الإيطالية يعني حاجة محددة. فأدوات المعرفة يعني حاجة محددة. أنا مش فاهم حاجة يا عمر. بشكل بسيط خالص، إحنا أي حاجة هنشرحها هنبص للمصطلح وهنعرف إحنا ليه أصلا بنستخدمها. حاجة determinativa يعني حاجة محددة. يعني أنت قصدك يا عمر إن أدوات المعرفة أنا بستخدمها قدام حاجات أنا محددها. بالظبط كده. يعني أدوات المعرفة لو عايزين نحط ليها تعريف فإحنا بنستخدمها قدام سواء أشخاص سواء أماكن أو حاجات إحنا محددينها وعارفينها. فمثلا بقول لك القلم. القلم ده الألف واللام حددوا القلم ده. أنا ما اتكلمتش عن قلم بشكل عام، لا أنا حددته بالتعريف القلم. فلما أنا أقول la penna mi serve، la penna mi serve، فأنا حددت القلم ده. فأدوات التعريف بتستخدم في أي لغة بشكل عام علشان بتكون بتحدد حاجات معينة. مثلا أقول لك la casa، البيت ده مثلا. التليفونو مش تليفونو بشكل عام، او مثلا un تليفونو. هنعرف ايه بقى ادوات النكره بعدين. فانا بقول لك التليفونو، الموبايل ده. فده احنا ليه بنستخدم ادوات التعريف. طيب تعالوا نبداوا من السهل للصعب. ادوات التعريف دي بتكون سواء مذكره او مؤنثه. هنبدا بالمؤنث علشان المؤنث اسهل شويه. طيب المؤنث اي مفرد مؤنث بنحط قبل الكلمه لا. لو انت ما ذاكرتش المذكر المؤنث مش هتفهم حاجه خالص. ارجع للدرس الاولاني ذاكره وتعالى كمل هنا. فلو انا مثلا كلمه زي كلمه كازا عايز اعرفها عايز احددها هقول لا كازا. مثلا كلمه شبه كلمه ماما هقول لا ماما. يبقى المؤنث المفرد بنستخدم لا في حاله التأنيث. طيب لو عايز اجمعها، طبعا عندنا هنا ملحوظه صغيره. تعالوا كده نفكر مع بعض شويه. لو انا مثلا عندي كلمه بتبدا بحرف متحرك، يعني مثلا كلمه شبه كلمه ايزولا، فانا هحط لا اي لا اي. شايف اعمل ازاي؟ فبيقول لك في الايطالي علشان سهوله النطق بنشيل الا بتاعت لا وبنحط ابوستروفو فبتبقى ليزولا. بس لو جينا فكيناها هتبقى لا ايزولا. فهنا احنا علشان سهولة النطق ونخفف مخارج الحروف بنشيلها وبنحط ابوستروفو. فمثلا بتبقى كلمة زي ليزولا، لينيتسياتيفا وهكذا، فبنشيلها وبنحط الابوستروفو. طيب في حالة الجمع اللا بتبقى ليه. فمثلا كازا، لا كازا مفرد مؤنث هتكون لي كازي، لي كازي. La mamma، le mamme، la strada، le strade. هنا في ملحوظة مهمة. في حالة الجمع حتى لو الكلمة بادئة بحرف متحرك بنحط برضو لي ارتيكولي، مش بنشيلها ونحط ابوستروفو. فمثلا ليزولا في حالة المفرد هنشيلها ونحط ابوستروفو، بس في حالة الجمع هنحطها عادي ليزولا، ليزولا. تعالوا بقى نروح مع بعض للمذكر. بصوا المذكر بشكل عام بنحط قبل المفرد. يعني مفرد مذكر مثلا كلمة شبه كلمة ليبرا فهتبقى الليبرا، الليبرا. تمام. دي الحالة العامة. الحالة العامة دي جمعها بيكون اي. فمثلا الليبرا هيبقى إليبري، إليبري. مثلا الماسكيو i maschi، التليفونو i telefoni. يبقى دي الحالة العامة. بعد كده في المذكر عندنا 5 حالات لو شفناهم بنحط للمفرد المذكر لو والجمع بتاعها بيكون لي. طيب احنا عايزين نعرفهم يا عمر. اول حالة لو في فوكالي، بس احنا قلنا على فكرة في المؤنث بنشيل الفوكالي وبنحط ابوستروفو. هنا نفس الفكرة. فمثلا لو كلمة albero، albero هي كلمة مذكرة
فانا مش هقول لو albero، لا هشيلها الا واحط apostrophe فتبقى l'albero. بس لو جينا فككناها هتبقى لو والبرو. فدي الحاله الاولى لو في فوكالي ماشي، انا عايز اعرف ان احنا في حاله التفكيك هتبقى لو. بس عموما في المفرد سواء مذكر او مؤنث بشيل الاو وبحط ابوستروفو. تاني حاله لو في كلمات بتبدا بالحروف دي في حاله المذكر اكس، إبسيلون، زيتا. لو شفت كلمة بتبدأ بحرف من الثلاثة دول بحط على طول لو. مثلا لو تزوكيرو. تالت حالة حرف الاس، لو كلمة بتبدأ بحرف الاس وبعدها تاني حرف بيكون كونسونانتي يعني حرف ساكن، شبه مثلا كلمة لو سبورت، فأنا عندي هنا اس بعدها في حرف ساكن فبقول لو سبورت. رابع حالة لو في كلمات بتبدأ بالحرفين دول مع بعض، عندنا 6 حروف جي ان بي اس بي ان. فمثلا كلمة شبه كلمة لونيومي لونيومي، أو مثلا كلمة شبه لو بسيكولوجو لو بسيكولوجو. آخر حاجة خالص لو عندنا الإي، حرف الإي جه بعدها حرف متحرك، فمثلا شبه كلمة لو يعتو لو يعتو. الموضوع باين ان هو صعب بس هو على فكرة سهل جدا، وانت لما تشوف الكلمات هتلاقيهم بيتكرروا فمش هتحس بصعوبة خالص. طيب الحاجات دي اللي هي مع اللو لما نيجي نجمعها هتبقى لي. يبقى انا الحالة العامة يا عمر اي. الحالة التانية اللي عمر قال لي عليها ال5 حالات دول لو جمعها بيكون لي. فمثلا لالبرو هيبقى لي البري لي البري. لو تزوكرو هيبقى لي تزوكري لي تزوكري. لو سبورت هيبقى لي سبورت. ادي كل حاجة خاصة بلي ارتيكولي ديترميناتيفي، ادوات المعرفة. لو جدع قول لي احنا ليه قلناها لي ارتيكولي؟ لو قلتها كلم البروف اللي معاك وهديك جايزة. بس بشكل عام علشان قلنا اي كلمة مذكرة بادئة بحرف متحرك بتاخد لو، فلو ارتيكولو فهنشيل الاو ونحط ابوستروف فبنقول لارتيكولو. لما نيجي نجمعها هتبقى لي ارتيكولي. ركز. تاني حاجة لي ارتيكولي انديترميناتيفي. احنا قلنا هنفهم اي حاجة من المصطلح. احنا قلنا فوق ديترميناتيفي، هنا بننفي بنقول انديترميناتيفي. يعني حاجة يا عمر غير محددة. اقف هنا، انت كده فهمت القاعدة. يبقى ادوات النكرة انا بستخدمها لو انا مثلا مش محدد الحاجة. انا مثلا ما اعرفهاش البيت ده، حاجة انا مش محددها، طريق، بيت، عربية، انا ما حددتش، فدي استخدامات ادوات النكرة. بقول لك مثلا بنت، ولد، وهكذا. اوكي. طيب في المذكر عندنا نفس الفكرة اللي خدناها فوق اون، بس هنا بقى في المذكر المفرد اون اللي هي شبه الإل اون. مثلا un ragazzo un telefono un cane un ristorante وهكذا. طيب في الاونو اللي هي شبه اللو، يبقى انا عندي اون شبه الإل، اونو شبه اللو. الاونو ديت نفس ال5 حالات اللي قلناهم فوق عليهم برضو. فمثلا اونو سبورت اونو تزوكرا وهكذا، نفس التطبيق. طب حد هيسألني هما ليه مالهمش جمع؟ يا راجل يا راجل، حاجة نكرة انا اصلا ما حددتهاش، هخليها تتجمع ازاي تتجمع؟ طب في حالة المؤنث بنقول اونا، فمثلا اونا كازا اونا كاميرا اونا ماما وهكذا. نفس الفكرة برضو لو عندي كلمة بادئة بحرف متحرك بشيل الآ ديت بقى وبحط apostrophe، فمثلا un'amica un'amica un'isola un'isola، لعدم التقاء حرفين متحركين ويكون النطق صعب. هنا بقى النقطة الملاحظة المهمة، في حالة المذكر حتى لو بادئة بحرف متحرك مثلا اميكو مش بحط apostrophe، بقول un amico. مثلا albero هقولها un albero، uomo هقولها un uomo. دي قاعدة شاذة بس لازم تاخد بالك منها ان احنا هنا مش هنحط الابوستروفو. يبقى تعالى كده نرسم مع بعض رسمة في عقلنا. ادوات تعريف مذكرة il هجمعها اي،
عندي 5 حالات لو. ال5 حالات دول عمر قال لي اي كلمة مذكرة بتبدأ بحرف متحرك، الاس وحرف ساكن، الجي ان البي اس البي ان، وايه كمان فاضل لنا حاجتين، والاي وبعدها فوكالي والاكس والايبسيلون والزيتا لو جم في بداية الكلمة. فال5 حالات دول لو تبقى لي. طيب عندي المؤنث طيب خالص، لا ليه شكرا. لو عندي ابوستروف وخلاص عرفنا نتعامل معاهم ازاي. في حالة ادوات النكرة، لا النكرة الأون بس شكرا في المذكر. ولو في حتى كلمة بادئة بحرف متحرك ما بقولش أونا، لا بقول أون عادي. تمام. طيب في حالة المؤنث أونا، عندي الأونا مذكر برضو مع ال5 حالات اللي احنا عارفينهم اللي احنا قلناهم قبل كده. فمع التدريبات مع البروف اللي معاك وانت بتحل معاه الموضوع هيكون اوضح اكتر. اهم حاجة تعرف يعني ايه اداة نكرة ويعني ايه اداة معرفة. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي. الدرس اللي جاي مهم شوية، هنشرح فيه اهم فعلين في اللغة الايطالية اللي بيتبنى عليهم كل حاجة جاية معانا في الايطالي. وزي ما بقول دايما الايطالية مع عمر ايطاليكا اسهل. سلام عليكم.